يا ترى اللي بيزرع عشرة ونجاح عمره ما يعرف ينسى المعروف حتى لو فرقت بينهم الأيام. في لفتة كلها تقدير وإنسانية، الفنان نادية الجندي فاجأت جمهورها برسالة خاصة جدا لزوجها السابق المنتج محمد مختار، اللي شاركها رحلة من النجاح والرحلات في تاريخ السينما المصرية. وده حصل بعد لقائهم الأخير في مهرجان الزمن الجميل في بيروت. لقاء شكله كان مليان مشاعر قديمة وتاريخ طويل من الفن والمجهود. نادية نشرت صورة ليهم على حسابها على انستجرام وكتبت تعليق بسيط لكنه مؤثر جدا: مع شريك رحلة النجاح محمد مختار، ستظل أعمالك خالدة في وجدان الجماهير. وده مش كلام مجاملة، ده شهادة حق من فنانة كبيرة عاشت سنين من النجاح معاه، ونجاحات زي البطنية والخادمة وملف سمية الشعراوي وغيرها من أعمال لسه الناس بتتفرج عليها لحد دلوقتي. الكواليس اللي بين السطور دي بتقول إن في احترام حقيقي من بين اتنين عاشوا تجربة فنية وإنسانية حتى بعد الانفصال، وده في حد ذاته نبل كبير. والمتابعين على طول اتفاعلوا مع البوست، من بين اللي اتأثر واللي قال الناس دي كانت بتعمل فن حقيقي، واللي اتمنى يشوفهم في عمل جديد سوا. وكان آخر ظهور للفنانة نادية الجندي فنيا كان في مسلسل سكر زيادة، واللي جمعها وقتها مع النجمات نبيل عبيد وسميحة أيوب وهالة فخر. بس تفتكروا ممكن نشوف تعاون تاني بينها وبين محمد مختار؟